مرحبا واهلا وسهلا بكم فيديو جديد. طبعا اكو شخص طلب مني كثير انه اسوي الفيديو هذا. الفيديو اليوم راح يتحدث، طبعا هو من سادس اعدادي، لكن انا راح اتحدث اليوم عن طلاب الثالث متوسط وكذلك سادس اعدادي وكذلك من اهل الجامعات. معاكم اخوكم ليث القيقري من قناة وعي فاي. لا تنسوا زر الاشتراك والجرس والاعجاب حتى فيديوهاتنا تنتشر اكثر واكثر ان شاء الله. راح نبدي هذا الفيديو اليوم ببعض النصائح وراح تخلينا والتجارب من بعض الأشخاص اللي راح تخلينا نستمر بحياتنا بالعراق. وطبعا راح أسألك سؤال: ليش أغلب الطلاب يتندمون بعد ما يخلص ثالث متوسط أو سادس إعدادي ولا يخلص جامعة؟ قل لي بالتعليقات كم شخص تعرفه دخل التخصص اللي هو يحبه أو يرغب به. أو السؤال الأصعب: كم طالب بالعراق دخل تخصص إجباري من وراء المعدل؟ فعندك اللي مثلا يحب التخصص الفلاني لكن معدله ما يقبل فنزل بيلي جوا، وهذا ما حلمه أصلا. وكم طالب مثلا راد هندسة لكن المجتمع اللي حوله أقنعه على شيء واحد إنه الطب أفضل أو التخصص الطبي أفضل أو بتعيينات أكثر. كم شخص تعرف يجي؟ وكذلك طلاب الثالث متوسط. طلاب الثالث متوسط هنا راح أأكد لكم على شغلة واحدة: كملوا الإعدادية، لكن أكو جامعات هسه ومعاهد عاد تفتح كثير أفضل من إنه تكمل إعدادية. فكم طالب ثالث راد مثلا يدخل البحرية هسه فتحت بالعراق، ولا يسمونه المفوضية فتحت همين، كلها بها مستقبل، لكن هو من وراء يعني أهله وناسه والمستقبل مالهم واللي يريدوه هو يصل طبية. هذا المتعارف عليه كله بالطبية. وطبعا هاي الطلاب بعد سنين تبدأ تتندم ولأن تخصصها غلط ولا مو زين التخصص ولا مو حقيقي، ولكن هم بس لأمشوا بكلام الناس. ما من ثالث متوسط طلع راح على معهد اللي يعجبه هو وما كمل إعدادية، مو اللي يكمل إعدادية، ولا هو طلع من سادس إعدادي وراح الكلية اللي تعجبه، لا مباشرة يا أما أهلية يا أما روح كمل أنت على مود تصير طبيب. يعني العراق ملخصا صار بس طبيب ممرض محلل، طبيب ممرض محلل صيدلاني فقط. وهذا الشيء طبعا غلط من عندنا احنا كطلاب، مو غلط من الدولة. احنا واهاليتنا وناسنا هي الغلط. الدولة ما تقدر تعين لك كل يوم وكل سنة مئات آلاف الطلاب بالتخصص الطبي. هو التخصص التربوي ما يتعينون، التخصص الطبي دي يجي يعين لك كل سنة 100,000 شخص أو أكثر. الدفعة مالي يعني 150,000 دفعة 2025 ما راح يقدر. راح أجي أتحدث لك اليوم عن سوق العمل. طبعا الدولة قلنا ما راح تقدر توظفنا كلتنا، ولهذا راح نتجه كلتنا إلى سوق العمل. راح تشوف إنه خريج هندسة يشتغل وبراتب ممتاز جدا قد يتجاوز 1,000,000 دينار عراقي، من نفس المجموعة طالب الله قاعد بدون شغل ينتظر تعيين من الدولة. زين شنو الفرق بين الاثنين؟ الاثنين انه الاول اللي اشتغل وراتبه زين ما اعتمد على الدراسة والدولة فقط، اعتمد على المهارة. شباب العراق اعتمدوا على المهارات، اتعلموا المهارات اللي يحتاجها السوق العراقي. مثلا التجارة، انت تحب التجارة تعلم تجارة زين، انت هسه بعد التجارة تحب التسويق تعلم على التسويق، تحب اللغة الانجليزية تعلم اللغة الانجليزية، تصير مترجم تروح تشتغل كمترجم زين. تحب انت انه مثلا تشتغل بالقطاع الفلاني مو الا مهندس ولا طب ولا تحليلات، مثلا تشتغل بفلان شركة، انت كمصمم تتعلم تصميم، تتعلم ذكاء اصطناعي. هاي المستقبل ذكاء اصطناعي، تصميم، مهارات عالية. فكر شباب طلعوا فكر جديدة وطلعوا اشتغلوا بالشارع.
يعني مثلا عادي اذا تفتح لك بسطه وتشتغل بيها. اذا قلت لي استحي من بعض البشر ولا من فلان وفلان، فلان وفلان ما راح يجي طعمك ولا راح يجي يخلي بجيبك فلوس، هو راح يقعد بصفحه ويضحك عليك فقط. يعني ما الا تعتمد لي على الكليه كامل. هاي النقطه مهمه كلش قبل ما نبدا بالفيديو الرسمي. زين، راح نبدا هسه فقره الثالث متوسط. يا شباب الثالث متوسط راح ابدا بيكم لان شغلتكم سهله، ويعني عندكم مفترق طرق ثاني. لكن بالثالث متوسط هو مو مجرد امتحان فقط وراح يعبرك على الاعداديه. انت هنا راح تقف باول مفترق طرق، والعاقل راح يفهم الموضوع. انت هنا يا اما راح تروح علمي يا اما ادبي يا اما زراعه يا اما صناعه، ومن هاي يسمونه المجموعات. او راح تروح على المعاهد، مثلا اذا فتحت معاهد تمريضيه بالسنه مالك، اذا فتحت معاهد جيش، معاهد مفوضين. انت هنا مستفاد اذا رحت عليهم اكثر. يعني لا تخلي اصرارك كله انه تطلع للاعداديه وتطلع على فلان كليه طبيه، على مود والله هذا يقولوا لي الدكتور الفلاني واني فلان ابن فلان. لا يا اخي، مشي الحياه صحيحه. يعني هسه من كثره الطلاب الخريجين بالتمريض وبالطبيه، الدوله بعد ما بعد ما تسوي. يعني الدوله سوت الطب عام، سوتهم عقود. يعني تصور تحليلات صيدله تمريض هذا كله احنا ما يحتاجونه. انا واحد من الناس تحليلات مرضيه ما يحتاجني، الدوله ما تحتاجني. وين تخليني؟ يعني ذاك اليوم على دحى غير، وين تخليني؟ ومالك دخل يعني تقول لي ماكو ممرضين ولا تحليلات ولا صيادله بالمستشفيات. ما هم الغلط من هنا. من 2016 بدت الكليات الاهليه يتعينون. اللي اعرفه يعني 2016 يجوز قبلها هم يتعينون، بس اشنو المعدلات كانت عاليه مع الكليات الاهليه. ورا 2016 المعدلات نزلت مع الكليات الاهليه. اي واحد قام يفوت ويجي ويدخل، يعني حتى اللي يعرف بالطب واللي ما يعرف بالطب. وانظلمت كثير ناس هسه قاعده بالبيوت ما عندهم يعني اذا تفوتوا على الطبيه ياكلها الطبيه، يصير احسن من الدكتور كتحليلات ولا تمريض. لكن ما ظل مجالات بالطب، ما ظل مجالات بالدوله. الدوله تقول لك اني افلس، الدوله تقول لك اني ما اقدر اعينكم. عندنا هسه طلاب السادس اعدادي بعد ما امتحنتوا هسه وخلصتوا راح تطلع نتائجكم ان شاء الله والكل تنجح والكل معدلات عاليه. هنا اول سؤال راح يسالوك هو الناس، انت شنو معدلك اللي تريده، وايش قد راح تطلع معدل وتروح طب ولا صيدله ولا تمريض ولا هندسه، ومن هاي الفقرات. لكن ما راح يسالك، او قليل جدا راح يسالك انت شنو تحب. يا طالب السادس انت راح تطلع معدل عالي على عيني وراسي، 95 90 100 طلع لك انت اصلا مباشره طبيه، يعني مجبور تفوت طبيه. و95 و93 وفوق اقول يعني انت مجبور ان تدخل المجموعه الطبيه، انت مستواك مع المجموعه الطبيه. اما الاقل منهم شباب، شوف لك هندسه حاسبات، شوف روح تربويه، روح اي شيء، لكن لا تضغط على نفسك الا تروح كليه اهليه. والكليه اهليه والله شوف تعيينها يجي ولا ما يجي، وش راح نسوي بالكليه، وتخبص نفسك. روح اي شيء حكومي يطلع لك، والله العلي العظيم راح تستفاد وراح تجي وتشكرني بعدين. زين، خلصنا جماعه السادس. هسه انت سادس طلعت على الكليه، لو حتى نقول رحت كليه اهليه وعلى عيني وراسي واحترمك انت من فوق وقرارك. شباب راح احكي على الكليات الاهليه قبل ما ابدا. طبعا عندي بالكاتب اني بالبدايه طلاب الكليه وش لازم يسوون، لكن راح احكيكم على الكليات الاهليه بالبدايه. شباب كليات الاهليه انا ما عاد اقول ما زينه، بالعكس زينه. اللي عنده مثلا اني اخويا عنده مختبر تحليلات مرضيه. حلو اخوي قبل فاتح التحليلات مرضيه، فاني وين اروح تحليلات مرضيه حتى اجي اشتغل امسك مكانه، او افتح لي فرع لاغ ثاني باسم اخويا. مثلا واحد من قرايبي يريد يشغلني بصيدليه خاصه بي او مستشفى اهليه خاصه بي، اني اروح مباشره. اذا كان عندك بالكليه الاهليه غايه، مثلا انت معهد كنت
طبعا كثير من الطلاب كانوا معايا هيجي معاهد هم كانوا، لكن يريدون يخلصون كليات همين، يجون يطورون من نفسهم يخلصون كليات على مود ياخذون ماجستير. زين، اذا انت ما معهد تو تخلص سادس اعدادي لكن عندك غايه بيها، مثلا واحد من القرايب عنده مستشفى أهلية أو مختبر أو صيدلية أو أي شيء، أو يخليك تصير دكتور بالمستشفى، أنت هنا روح كلية أهلية وأنا أدعمك 100%، لأن شغلك موجود، مكانك موجودة. لكن إذا أنت إنسان بسيط الحال، نقول مو فقير أو متوسط الحال، وما عندك أحد وما عندك يعني واسطات، خلينا نكون صريحين، وما عندك أحد عنده مثلا بهذا المجال، أنت لا تجبر نفسك تروح كلية أهلية. يعني مثلا هسه أنت واحد هذا سألني بالتعليقات الفيديو راح قال لي أنا أريد أروح صيدلة أهلي. زين، على عيني وراسي، أنت رايح صيدلة أهلي، زين أنت عندك أحد بالصيدلة؟ اسأل نفسك هذا السؤال أنت حتى تعرف الجواب. عندك أحد بالصيدلة؟ زين، راح تخلص يسمونه الصيدلة، راح تدفع لك ايش قد بالشهر؟ خلينا نقول أقل شيء 5 ملايين، 5 ملايين بالسنة قصدي. زين، 4 سنين 5 سنين أنت على 5 ملايين. زين، من راح تخلص عندك التكلفة الزينة حتى تفتح صيدلية أنت بوحدك. إذا أنت عندك، روح كلية أهلية، لا تنتظر كلام من عندي أو كلام من غير شخص. تمام؟ تمام. زين، نجي هساته أنت قلنا ميسور الحال، لكن طلع لك معدل 90 وردت تروح طبية. لا تورط نفسك وأهلك، أهلك ما راح يقدروا يوفروا لك كل شيء. وحتى أنت إذا اشتغلت، ترى أغزية شغل باليوم يطلع لك 15,000، يعني مال يوم واحد بس، مصرف يوم واحد، ما راح يطلع لك مال كلية وما كلية. زين، المهم روح أي تخصص يطلع لك بالحكومي راح تستفاد منه. نجي هسه على الجامعات، أنت كلية أهلية أو أنتي أو أي شخص كلية أهلية وحكومية. زين، أنت راح تقضي حياتك كلها بس تدرس بهاي الكلية 4 سنين ولا 5 سنين ولا 6 سنين. ترى آلاف الأيام تصير هاي، ها، مو يوم ويومين، يجوز 1000 يوم أو 2000 يوم مثلا إذا قسمناها. زين، بهذا اليوم ما عندك ساعة تتعلم لك مهارة؟ خلال دراستك خلي لك ساعة واحدة، أنت هنا عندك وقت فاضي. يعني مثلا الوالد الله يبارك بيه يصرف عليك، أو الوالدة أو الأخ هيصرف عليك، ما راح يخليك تطلع على الشغل، أو لو حتى أنت تشتغل ساعة واحدة باليوم تعلم لك مهارة، ذكاء اصطناعي، تعلم على الكمبيوتر، تعلم على البرامج المكتبية، تعلم إنجليزي، تعلم لك لغة ثانية غير الإنجليزي. أنت هنا من راح تتخرج من الكلية راح تنصدم انه ماكو تعيينات، وكلنا انصدمنا. لكن هاي من شخص غلطان ما تعلم مهارات وهسه بدا توت هو بدا. زين، اني وانت راح نقف بدون تعيين كلتنا، وشباب هيك بدون تعيين وكلها ما تشتغل. يا اخي تعلم لك مهارة بسيطة، اي مهارة بسيطة تعرف تعلمها، او افتح لك مشروع صغير انت اثناء الكلية، افتح لك مشروع صغير ترى ما بيها شيء. ابدا شيء جديد. شباب العراق فايت بحقبة جديدة، هذا الكلام الثالث متوسط وسادس إعدادي والجامعات. شباب العراق فايت بحقبة جديدة، وهاي الحقبة مرت بيها الدول الكبيرة هسه وتشوفوها انتو بأوروبا وبأمريكا. هاي دولة العراق توتها بدأت تفوت بيها هاي الحقبة. هاي الحقبة يسموها البزنس. انت لازم يكون عندك بزنس خاص، ما تعتمد على الدولة أبداً. الدولة ما راح توفر لك شيء لو بعد 200 سنة، ما توفر لك كل شيء بالحياة، انتهت. وانت حياتك كلها عايشة 60 سنة إلى 70 سنة، راح تقعد تقضيها هم وقهر وتصفن بالناس؟ يا أخي ضبط نفسك، تعلم لك مهارة، روح اطلع اتخرج، اشتغل بالقطاع الخاص، لا الكل تعتمد على القطاع العام. القطاع العام اتركوه، اصلا هو راح ينهمل بعد كم سنة، راح تشوفون من هاليوم هذا انه القطاع العام راح ينهمل اكثر شيء. حتى الشركات الكهرباء راح تجي شركات تمسكها الكهرباء، وكذلك الماء ومجاري، وكذلك الزراعة، كلها راح تجي شركات خاصة تمسكها. حالنا حال الدول الأوروبية هسه توتنا في نهاية الحقبة،
مثل ما احنا هسه عمور مروا بيها هم همين وتعلموا وسووا لنفسهم بزنس خاص وعاشوا حياتهم مرتاحين. زين، الثاني نصيحتي الأخيرة لكل طالب حاليا يدرس وراح يدخل جامعة أو راح يخلص متوسط، لا تمشي ورا كلام الناس. إذا شفت نفسك فرد يوم محتاج إنه مثلا تفتح بزنس، افتح بزنس مباشرة، لا تخاف من كل شيء أبد، ولا تجبر نفسك تروح كلية أهلية وطالب ثالث متوسط، تخرجت خلصت من الثالث متوسط ومعدل 70 وفوق، شوف لك معهد يلمك. ترى الإعدادية 3 سنين تروح من حياتك، ووراها جامعة 4 سنين، هاي انت هنا كل شيء ما مستفاد. تروح لك معهد بحرية راح تتوظف مباشرة، معهد مفوضين قصدي، قبل مباشرة راح تتوظف وراح تعيش حياتك. انت خلال 4 سنين 5 انت مكون نفسك من حيث المال، راح تتزوج، راح تعيش، راح تشتري سيارة، تشتري بيت. وكذلك طالب الكلية، انت على ما تخلص 4 سنين صار عمرك 24 25 سنة، ايش راح تسوي بحياتك؟ راح تقعد حالك حالنا احنا، راح تقعد وتدور مظاهرات وتدور لي تعيينات وما فيش. شباب التعيين والله العلي العظيم والله ما راح يجي. أنا ما أحلف على الكل، أكو ناس يجوز عندها واسطات، أكو ناس عندها مثلا يقول لك أنا حياتي مستقرة، بس الباقين ما راح يجي. ما راح يقدر يوظف لك. احنا كل سنة يتخرج من كليات العراقية الحكومية والأهلية وحتى اللي يجون من الخارج فوق 250 ألف خريج، كتربوية ولا صحية ولا زراعة ولا هندسة. ما يقدر يوفر لك هذا كله، ما يقدر يوفر لك هو دولة توظف لك 500 ألف طالب كل سنة. وين أكو دولة تسوي هالشي؟ أنا ضد الدولة إذا سوت هالشي، كلتنا راح نصير عبيد. نحن لازم نطلع نشتغل. أنت تريد تصير صانع محتوى، على عيني وراسي، اطلع صير صانع محتوى. مو عاد اقول لك تروح تصير صانع محتوى، تروح تصير تيك توكر وتشهر نفسك على الانترنت وتسوي لي احكام. لا صير صانع محتوى، فيد الناس. ضحك عليها الدول المتقدمة ما كلها معتمدة على الوظائف. الدول المتقدمة اصلا تروح ما تقدم وظيفة عند دولة، تروح على المستشفى نفسها، حتى مستشفى حكومية تروح عليها نفسها غادي تقدم، انت تقدم كوظيفة. الحياة مع العراق ماشية على هذا الأساس، راح تصير هيجي. حتى المستشفيات الحكومية راح تقل، كله راح يصير أهلي، وراح ينفصل القطاع الخاص عن القطاع العام. شباب اتجهوا للقطاع الخاص واتجهوا للمهارات اللي تتعلموها. والله إذا تعلمت مهارة البرامج المكتبية مال الحاسبة أنت مستفاد. تنقية الأبحاث تعرف ايش ياخذون منها فلوس، تعرف اذا تكتب بحث اجل تاخذ عليها فلوس مال الجامعة. البحث الواحد والله العلي العظيم للي سمعته اني ما متأكد منه، عندي اشخاص قرايبي واصدقائي يكتبون بحوث، كتبوا بحوث مال ماجستير ودكتوراه ب30 ورقة و32 ورقة، $3000. يعني بس عرف شلون ينقيها وشلون يسويها وشلون يكملها. يعني انت تصور الموضوع. لا تتجه فقط على الكليات الأهلية، روح كليات حكومية. وإذا تروح كلية أهلية هم لازم عندك ظهر أنت مسنود عليه بعد ما تتخرج. لا تهتم للسمعة، لا تهتم لأي شخص يحكي معك وينصحك همين. أنت عقلك شوف شريد. أي ما عاد أقول لك اسمع نصيحة الأكبر منك، لا احترمه، اسمع نصيحته، اسمع رأيه، لكن إذا ما فادك لا تمشي وراها، لأن هو ما عايش حياتك وأنت عايش حياته، ولا نفس الظروف ولا نفس الحالة المادية ولا حتى الشكل. شباب الشكل مهم بالوظائف وبالشغل همين. اهتم بشكلك، اهتم بنظافتك. لا تصير مثلنا ولا تغلط أغلاط ناس قبلك مثلنا غلطوا. طالعين احنا، أنا طالع هسه وعد أعلمكم، لأن هاي السنة القرار راح تاخذه هو أهم قرار بالحياة. أبد ما راح يخليك تحس بنفسك ضعيف، ولا تخلي الناس تحكي عليك وتسمعك حكي، وكون أقوى من الظروف.
وكسر صخور الواقع بأحلامك، وتعدى منطقة الخطر، وامشي وانجح، والله يوفق الجميع. وسلامي لكم جميعا، ولا تنسونا بزر اللايك والاشتراك شباب، نحبكم.